رأس الأفعى. النهاردة قدرنا نعرف رأس الأفعى والعقل المدبر للشيطان المتحكم في قرارات وأمور جماعة الإخوان. يأمر فيطاع، حديث الأسرار كجمرة من نار، يبث لهيبه في كل مكان، والمتفاوض الأول باسم جماعة الإخوان، وقود كل اتفاق آثم، والمحرك الرئيسي لدعوة الجماعة. هذه الأوصاف هي الأوصاف التي أطلقها المستشار خالد ضياء الدين ممثل النيابة العامة في قضية التخابر في وصف خيرت الشاطر. كل هذه الأوصاف كانت في وصف خيرت الشاطر. هيطلع كتاب كده في وصف خيرت الشاطر، رأس الأفعى، العقل المدبر للشيطان. بيقولوا إن كان بيعقد لقاءات، ده المستشار خالد ضياء الدين ممثل النيابة العامة في قضية التخابر الكبرى، بيقول بأن خيرت الشاطر كان بيعقد لقاءات لتنفيذ مخطط الشرق الأوسط الجديد وتقسيم الوطن العربي. وقالت النيابة أنه تم رصد تواصله مع جهات أجنبية لتنفيذ مخططاتهم في مصر. إذن لما نيجي نتكلم على خيرت الشاطر فالاتهام الموجه ليه هو التدبير لتنفيذ مخطط الشرق الأوسط وتقسيم الوطن العربي لدويلات بما في ذلك مصر. ويعني في هذا الإطار تم رصد تواصله مع جهات أجنبية لتنفيذ مخططاتهم ضد مصر. طيب، وبالنسبة للجماعة بقى، بالنسبة للجماعة النيابة قالت أنه كان يأمر فيطاع، كان يأمر فيطاع، كان حديث الأسرار كجمرة من نار. أنا الحقيقة مش فاهم يعني ايه حديث الأسرار كجمرة من نار، لكن يبث لهيبه في كل مكان، بس هي لايقة عليه الصراحة. كان المتفاوض الأول باسم جماعة الإخوان، وقود كل اتفاق آثم، والمحرك الرئيسي لدعوة الجماعة. فالنيابة راحت موجهة للمتهمين تهم التخابر مع جهات خارجية، إفشاء أسرار البلاد، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، كل ده بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل أراضي الوطن. امتد الأمر عقب عزل محمد مرسي عيسى العياط انه يخططوا لاستهداف منشآت وافراد الجيش والشرطة، ونفذت عمليات ارهابية ضدهم. نفذت، مش لسه هتنفذ، لا نفذت، ده النيابة بتقول ان نفذت.